في سؤال ناس كتيرة بتسأله، ليه ربنا هيحاسبني إذا كان كتب عليا كل اللي هعمله في الدنيا؟ طب ما هو ده ظلم أصلا. أنا ليه أتحاسب على حاجة مكتوبة عليا أساسا؟ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. طيب هل فعلا كل اللي هنعمله في الدنيا مكتوب من قبل ما نتولد احنا؟ الإجابة نعم. الدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. وفي القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يعني الكتاب ده اللي انا هطالب بقراءته وهكون شهيد على نفسي، يا اما هاخده بايدي اليمين او هاخده بايدي الشمال حسب عملي. الكتاب ده موجود بالفعل اوريدي دلوقتي، ومكتوب فيه اللي انا هعمله من ساعه ما اتولدت لغايه ما هموت. طب نرجع للسؤال، طب هو ليه ربنا هيحاسبني على حاجه هو كتبها عليا اصلا؟ مبدئيا السؤال فيه غلطه. ليه ربنا هيحاسبني على حاجه كتبها عليا؟ هو ما كتبهاش عليك، هو كتبها بعلمه ان انت هتعملها، لكن ما فرضش عليك ان انت تعملها. بدليل ان انت وانت بتسمعني حاليا دلوقتي، انت عندك الحرية الكاملة ان انت تقوم تصلي او تروح البار تشرب خمر، ان انت تؤمن او تكفر. انت عندك الحرية كاملة دلوقتي. فكونك تقفل الفيديو دلوقتي وتقوم تشرب لك كاسين، ما تجيش تقول لي بقى بص اهو ربنا كتب عليك. انت اللي بتكتب اهو، ما انت اللي بتحدد تصرفاتك دلوقتي. هو حد املى عليك تصرفاتك؟ وممكن دلوقتي تقوم تتوضى وتصلي ركعتين. الدنيا هنا عندك كامل الحرية تعمل اللي انت عايزه. فما تجيش تقول لي بقى اصل ربنا كتبها عليا، انا غصب عني انا بعمل اللي مكتوب عليا. لا، انت اللي بتتحكم في حياتك، وانت اللي بتاخد قراراتك، وانت اللي بتعمل اللي انت عايزه. فما ينفعش باي حال من الاحوال يوم ما تاخد بقى كتابك وتشوف فيه المصايب السوداء دي كلها تقول اصل كانت مكتوب عليا. الحجه دي مش هتنفع خالص. الغلطة التانية في السؤال ان انت بتتهم الملك سبحانه وتعالى بالظلم، لانه مش عادل، لانه كتب عليك حاجة وبيحاسبك عليها. وده ذنب تاني اصلا. وربنا سبحانه وتعالى الملك الذي لا يظلم عنده احد. طب ازاي الحاجة دي مكتوبة قبل ما اعملها انا؟ انه ببساطة هو العليم سبحانه وتعالى، عالم الغيب والشهادة. هو بعلمه يقدر يعرف انت هتعمل ايه. الملائكة كتبت اللي انت هتعمله من قبل ما انت تعمله بعلم الله سبحانه وتعالى، لكن ما فرضوش عليه. مثلا لو واحد عنده 3 اولاد وادك كل واحد منهم مبلغ، يقول لك انت عارف الولد ده هيروح يخرج وهيصرف كل الفلوس اللي معاه، الولد التاني ده هيحوشهم مش هيصرف حاجه، الولد التالت ده هيروح يدي الفلوس لوالدته. واللي قال عليه بيحصل فعلا. هو عرف الولاد هيعملوا ايه بالفلوس لعلمه باولاده، وهو انسان علمه محدود جدا، لكن لعلمه باولاده عرف هم هيعملوا ايه. فما بالك بالخالق بقى اللي هو يعلم كل شيء، علمه مطلق انت ما تقدرش تحيط بيه. طب انا اعمل ايه دلوقتي في كتابي اللي موجود ده وكله سيئات؟ هو انا اقدر اغير فيه حاجه؟ تقدر تغير. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. يعني انا ممكن ابدل الكتاب بتاعي؟ ايوه، بدل سيئاتك بحسنات. بادر دلوقتي بالتوبه والعمل الصالح قبل ما الحياه تخلص.